بدكم وصفة سهلة وسريعة كتير وما رح تاخد منكم وقت. طعمها كتير مميز ورائع. ما إلكم غير هاي الوصفة: باستا بالبروكلي والدجاج والكريمة. طلعت أكتر من رائعة. أول إشي بمقلى عنا رح ندوب زبدة ونحط عليها شوية من الزيت. أول ما تدوب الزبدة معنا رح نحط عليها قطع الدجاج بهالشكل. أول ما يتغير لون الدجاج رح نضيف عنا تشكيلة من البهارات، رح تلاقوها كلها أسفل الفيديو. بعدين بنحرك الدجاج. أول ما يتحمر معنا رح نضيف عنا البصل. بعد ما يدبل البصل معنا حنضيف معلقة كبيرة من الطحين، حنحركهم شوية مع بعض ونضيف كوب من المية المغلية. طبعا ممكن تضيفوا كوب من مرقة الدجاج. بعدين حنضيف عنا كوب من كريمة الطبخ. راح نحركهم كلهم مع بعض بهالشكل. أول ما يتسبكوا شوي راح أضيف عنا قطع البروكلي، أنا هنا كنت سلقيتها على جنب بهالشكل. وحضيف كمان معلقة كبيرة من الجبنة السائلة، أعطتني طعم كتير مميز. راح أضيف عليها نص باكيت من الباستا المسلوق بالطريقة العادية بهالشكل ونحركهم. أول ما تتسبك معنا راح أحطها عندي بصينية الفرن بهالشكل وأساوي سطحها كتير منيح. بعدين أرش على الوجه جبنة موزاريلا وعلى الفرن ليتحمر الوجه معنا قصحتين.